هبتدي معاك بحراسه المرمى، واللي كان واقف حارس مرمى امبارح جبل مش حارس مرمى، وهو محمد الشناوي. 10 من 10 محمد الشناوي اللي مر بظروفه، او اللي كانوا بينتقدوه ربنا يا رب ما يقدر لاي حد حاجه وحشه، بس كل اللي انتقد محمد الشناوي لو مريت بنص ظروفه هتعرف قد ايه ان الراجل ده جبل مش حارس مرمى، وقد ايه ان الراجل ده من اساطير الكره المصريه فعلا. 10 من 10 محمد الشناوي. محمد هاني 8 من 10، قدم مباراه كبيره جدا امبارح وكان من نجوم المباراه. لكن خليني بس انا عايز اسال على حاجه. محمد هاني سوري نزل على الصفحه بتاعته وقال ان الشده بتبين الرجال. يعني ايه يا محمد؟ يعني معنى كده ان انت بتبقى يعني بتلعب بمزاجك يعني؟ طب ولا ايه؟ مش فاهم يعني او انت بتلعب في ماتشات الزمالك او الماتشات الكبيره بس، او يعني بتلعب ماتشات وماتشات لا؟ طب ما تلعب كده بقى، ما تخلي الشده دي في كل الماتشات يا حبيبي، عادي مفيش مشكله. 8 من 10. ياسر ابراهيم رجوله، وفي احسن من كده. 6 من 10. ياسين مرعي لعيب كويس جدا، عمل مباراه كويسه. لو كان جه في وقت غير الوقت الحالي كانت الدفاع اقوى من كده او ظروف الفرقه احسن من كده كان هيبقى اداؤه افضل من كده، لكن ياسين مرعي جاي منه والوقت اللي جاي بتاعه. ياسين مرعي 5 من 10. احمد نبيل كوكا عمل مباراه قويه جدا، والناس كلها بتدور على الفينا من امبارح ومش لاقيينه. وعلى المستوى الدفاعي طبعا هجوميا ما كانش عالي قوي، وكان سايب بن شرقي لوحده، لكن دفاعيا كان كويس جدا. بس اللي انا مستغربه احمد نبيل اصلا لاعب ارتكاز دفاعي، يعني المفروض يكون اداؤه الدفاعي ده في كل المباريات كويس جدا. هو امبارح كان كويس. ف7 من 10. نص الملعب مروان عطيه، مباراه كبيره جدا جدا لمروان، واحسن حاجه فيك يا مروان ان انت بدات تلعب لقدام، يعني بدات فعلا تطلع بص لقدام، ودي الحته اللي كنا بنتمنى ان هي تكون موجوده فيك، والحمد لله اتحسنت واتطورت وبقيت بتلعب كره لقدام وبقيت بتشوط كمان. مروان عطيه 7 من 10. محمد علي بن رمضان انا بس عايز افهم حاجه واحده يعني. هو محمد علي بن رمضان بيعمل ايه احسن من مجدي قفشه؟ يعني بيصنع كام فرصه في المباراه؟ بيعمل كام اسيست؟ طب بيشوط كام كوره؟ ومجدي قفشه نفس القصه، وقارنوا بيه. انا عايز بس حد يرد عليا.